اشتريت خاتم من فلوس جوزي وفي الاخر لقيته في ايد خطيبة اخويا. جوزي مسافر وبيبعت لي مصروف كل شهر وانا بحوش من الفلوس دي وعملت مبلغ واشتريت خاتم بيها. المهم اخويا طلب مني مبلغ والفلوس مش معايا، فقلت له خد الخاتم بيعه وخد فلوس. المهم بتمر الايام والاقي الخاتم في ايد خطيبة اخويا. طبعا اتصدمت واتصلت بيه اساله، قال لي انا كنت عايز اجيب لها هديه فاديتها الخاتم هديه. قلت له ماليش دعوه انا عايز الخاتم بتاعي. راح قال لي اشتكيني مالكيش خاتم عندي، ولو اتكلمت تاني هروح اقول لجوزك ان انت سرقتيه، يعني تنسي ان ليكي خاتم. وحرفيا مصدومه ومش عارفه اعمل ايه. ما تيجي نحسبها. مبدئيا يا استاذه مين اداك الحق ان انت تاخدي فلوس جوزك وتروحي تشتري بيها خاتم من غير ما تعرفيه؟ لا وكمان تروحي تدي الخاتم لاخوكي عشان يبيعه وياخد فلوسه ويفك زنقته، ويطلع كمان ما شمش ريحه التربيه ويهددك. فانتوا الاتنين كده عايزين تتربوا من اول وجديد. انا شايف ان انت قدامك حل من الاتنين، يا تحكي لجوزك عن كل حاجه حصلت وتسيبيه يتصرف مع اخوكي، يا اما ان طالما ربنا سترك وجوزك ما يعرفش تصهيني عن الموضوع وقدري الخاتم ده ما حصلش اساسا وما تتعامليش مع اخوكي ده تاني في اي فلوس. قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هي تعمل ايه؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.